الحقيقه بيقول النادي الاهلي جامد يعني جدا ماشي. ما هو النادي الاهلي جامد، ما حدش بيقول يا جدع. ده لو هم قالوا جامد هنلعب الماتشات بتاعت الدور الاولاني عيني احمرت بس. طب ونادي الزمالك مش جامد يا جدع لا يا كابتن، كنا مفكرين ان هو جامد لغايه امبارح لما قال لك هيلعب النهارده. لغايه النهارده واول ما لعب كله بقى تنزل المره دي، مع ان دي كانت فرصه عمرهم. بقول لك لو خد افريقيا الفتره اللي جايه دي والله العظيم ما كانوا هيخشوا التاريخ زي القرار ده يا فاروق. اتفضل وعلى مسؤوليتي. اتفضل كابتن الدهب. اتفضل يا فاروق. اتكلم بقى. يعني احنا بنتكلم في نفس النقطه يعني خاصه. هل انت بتمشي بلوائح وقوانين ولا بتمشي بالحب؟ وبتمشي بالتليفونات، وده بيبرق وده بيتصل وده بيعمل وده يعني هل النادي الاهلي بيتحكم في كل حاجه في الكره المصريه في الغاء الماتشات؟ لا يا كابتن. طب صلى على النبي. ما انا اقول لك بس معلش. لا سبب بسيط بس، سبب بسيط. انت كان عندك ماتش منتخب